السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة جربوا اكتشف مع نوال. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. قبل ما نبدا الوصفة ديال اليوم بغيت نرحب بلي زابوني جداد، مرحبا بكم معنا. الى عجبكم المحتوى ما تنساوش تبارطاجيو القناة مع الاهل والاحباب، وشكرا بزاف الناس اللي متبعاني وكتدعمني من البداية. شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينة. اليوم غادي نشارك معكم وصفة الخبز البرجر، وصفة ناجحة بلا ميزان بمقادير اقتصاديه، كتجي اكثر من رائعه. كيجي الخبز ديالنا خفيف بحال القطن وكيكون اقل تكلفه بطبيعه الحال من الجاهز. نحضروه للوليدات ديالنا في المنزل، كيجي اكثر من رائع. المهم ما نطولش عليكم اكثر، نخليكم مع المقادير والطريق. اول حاجه غادي نحتاجوها هي 2 كيسان ديال الحليب سخون، اللي كيكون سخون يعني اكثر من دافي بحال غنعجنوا به الخبز. كنضيفوا ليه معلقه ديال السكر ومعلقه عامره مزيان ديال الخميره، وكنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم وكنخليو هاد الخليط يندمج مع بعضه. بالنسبه للخميره الا كان فصل الصيف ديروا المعلقه ما عامراش، كان فصل الشتاء بحال دابا البرد ديروا معلقه عامره مزيان. كنضيف ليها 4 المعالق ديال الزبده دايبين. بعد ما كيطلق ليا يعني كيتفاعل داك الخليط وكيطلق داك الكشكوشه، كنضيف 4 المعالق ديال الزبده. انا استعملت غير الزبده ديال التوريق، بيضه، معلقه ديال الزيت، انا استعملت زيت زيتون، ومعلقه صغيره ديال الملح، وغادي نضيف الدقيق. غنبدا نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. بالنسبه للدقيق راني وريتكم الكاس، درت 5 ديال الكيسان بالضبط، ما يكونش الكاس عامر، يعني كتبقى واحد نص سنتيم في الكاس ما عامراش. هذاك هي 100 غرام ديال الدقيق، يعني في المجموع عندنا 500 غرام دقيق، ما يعادل 5 ديال الكيسان ديال العنبه. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. في الاول غادي يبان لكم ان الخليط كيلتصق في اليدين وخفيف بزاف، ما تخافوش منه نهائيا. غير كنبداو ندلكو داك العجينه ديالنا واحد شويه، كتغير داك لا تكستور ديال العجينه ديالنا، يعني كتولي شاده راسها وما كتلتصقش نهائيا في اليدين. كنبقى ندلك العجينه حتى كنحصل على هذه النتيجه، يعني كيولي عندي السطح املس. عاد كنغطيها بالبلاستيك الغذائي وكنخليها تختمر. دابا غطيوها 2 المرات وديروا عليها من يد باش تخمر لنا بسرعه. بعد ما كيضاعف الحجم ديالها على هذا الشكل هذا، كنفرغ منها داك الغاز اولا الهواء صافي. وغادي نبدا نشكل العجين ديالي. كما شفتوا العجينه راه ما كتلتصقش في اليدين، يعني مقادير مضبوطه. هاد المقادير اللي درت راه هما حضرت بهم بزاف ديال المرات وكتعطيني الحمد لله نفس النتيجه، يعني نتيجه مرضيه. كنبدا نقطع داك العجين. انا هنا استعملت الميزان باش يجيوني الحبات كلهم قد ما بين 90 حتى ل 100 غرام اللي درت في الوحده، وانتم على حساب الرغبه. بغيتوا البرجر ديالكم يكون صغير غديروا كرات صغيره، بغيتوا البرجر يكون كبير غديروا الكرات اللي يكونوا كبارين ديال العجين. صافي كنكمل على بهذه الكيفيه، يعني ما كنستعمل لا زيت لا حتى شي حاجه. راه ما كتلتصقش العجينه، كتكون شاده راسها شي شويه ولكن راها خفيفه صافي. وكنوضعهم في الصينيه ديال الفرن. انا فرشت لها ورق الطبق، كنقرصهم بيدي واحد شويه، كنضغط عليهم باش كنشكلهم على شكل دوائر على هذا الشكل هذا، وما كنخليهمش هكاك باش ما يجيونيش غلاضين بزاف، وكنخليهم يختمروا. في هذا الوقت انا خديت هنايا صفر بيضه، درت ليه شويه ديال الحليب وخلطتهم مزيان مع بعضياتهم. بعد ما يخمر ليا البرجر كندهنوه باصفر البيض مع داك شويه د الحليب اللي خلط صافي. وغادي ندخلهم الفرن. كندير لهم شويه ديال الزنجلان اولا السمسم، انا استعملت الزنجلان الابيض، تقدروا تستعملوا اي زريعه متوفره عندكم في البيت. كندخلهم الفرن ساخن على درجه حراره 200 درجه. انا شعلت لهم من الاعلى ومن الاسفل. الا درتوهم في فرن الغاز ديروهم في الاعلى وشعلوا عليهم من الاسفل حتى يتحمروا لكم من التحت، عاد هبطوهم يتحمروا من الاعلى. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفرن. شوفوا راه كيجيو محمرين ومذهبين. شوفوا ليا الخفافه كتضغطوا عليهم كيرجعوا يتنفخوا، يعني ما نقول لكمش في الوزن ديالهم خفافين بحال القطن، كيجيو رائعين وحتى من الداخل كيجيو مهويين ومفشفشين. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات البرجر كريسبي اللي كتجي اكثر من رائعه. هكذا غادي نخليكم في رعايه الله وحفظه. الا عجبكم الفيديو كما ديما ما تبخلوش عليا بلي جيم والتعاليق ديالكم زوينه، واللي كيزور القناه اول مره ديروا دويره في القناه، راه كاين العديد من الوصفات السهله والمميزه. إلا عجبكم المحتوى ما تنساوش تضغطوا على زر ابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. شكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع، ودمتم في رعايه الله وحفظه.